هاي اليوتيوبر أساءت للحجاب. خليكم معي لنهاية الفيديو حتى تعرفوا كل التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنتحدث عن موضوع أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. شهد حسن القيسي، يوتيوبر عراقية معروفة بمشاركة تفاصيل حياتها اليومية مع زوجها السوري سياماند مصطفى. الثنائي استطاع تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة عبر قناتهم المشتركة على اليوتيوب، والتي تضم أكثر من 8 مليون مشترك، ويقدمان عليها محتوى ترفيهي مثل التحديات والمقالب، إضافة إلى نصائح حياتية وتفاصيل شخصية. رغم شهرتها الكبيرة، تعرضت شهد خلال السنوات الأخيرة لانتقادات كثيرة بسبب تصرفاتها التي اعتبرها البعض لا تتناسب مع مفهوم الحجاب الإسلامي. وفي مقابلة مع قناة الآن، سئلت شهد عن موقفها من الحجاب، وما إذا كانت ستخلعه في المستقبل. هل ممكن تخلع حجابك في المستقبل؟ شو السؤال الخطير؟ خطير صح؟ من وين جايب اسئلتك؟ شعرتي بالخطر؟ غششني. بس فيني اعطيك دليل انه لا. ليش؟ اوكي. انا قبل ما كنت بلبس حجابي مثل ما انا بلبسه هلا، ملتزمه فيه اكثر بحس هلا مقارنه قبل 3 سنين مثلا. أوكي. او 4 سنين. قبل 4 سنين كنت يعني ببين جزء من شعري، من رقبتي، يعني كان مو هيك يعني مثل هلا. يعني ما كان حالياً. انه بشكل كامل بشكل ودقيق. كامل هيك. فهلا انا حسيت انه كل سنه عم يتحسن اكثر. كنت مثلا اجتي سنه غطيت شعري بالكامل. لكنها تعاملت مع الحجاب في حديثها وكأنه تطور شكلي تدريجي، بدلا من أن يكون التزاما دينيا وأخلاقيا متكاملا. الحجاب ليس مجرد غطاء للرأس، بل هو أسلوب حياة يشمل اللباس المحتشم والسلوكيات التي تعكس قيم الإسلام. ومع ذلك ظهرت شهد في مناسبات عديدة بملابس وتصرفات وصفها البعض بأنها لا تتماشى مع الحجاب الإسلامي. على سبيل المثال، خلال احتفال رأس السنة نشرت فيديو ترتدي فيه ملابس غير مناسبة للحجاب، ما أثار موجة من الانتقادات من جمهورها. بعض المتابعين دافعوا عنها وقالوا أن الحجاب اختيار شخصي، بينما رأى آخرون أن تصرفاتها تسيء للحجاب وتؤثر على الفتيات الصغيرات اللواتي يتخذنها قدوة. الحجاب في الإسلام ليس مجرد قطعة قماش، بل هو نظام كامل يجمع بين الاحتشام والسلوكيات الأخلاقية. المسؤولية تزداد على المحجبات المؤثرات صراحة، خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، فظهور المرأة المحجبة بمحتوى ينافي القيم الإسلامية وينعكس سلبا على فهم المجتمع للحجاب كرمز ديني. الآن جاء دوركم، ما رأيكم في هذه التصرفات؟ وكيف يمكننا تعزيز فهم معنى الحقيقي للحجاب؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم على المشاهدة.